من هذا البرنامج، برنامج قضية ورأي، الذي يبث عبر قناة سلام الإعلامية. نرحب بكم مشاهدينا الكرام، ونرحب بالأخوين الغاليين الأخ عبد الرحمن والأخ عمار. أهلا وسهلا بكم، وأهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام. نعم. في الحقيقة أن يعيش الإنسان في نعمة فهذا لا شك بأنه فضل من الله عز وجل، ولكن السؤال ليس ماذا نملك، وإنما ماذا نفعل بما أنعم الله علينا عز وجل. فالكثير من الشباب اليوم تتوافر بين يديه سبل الراحة والسبل التي من الله عز وجل به عليه. وهناك في حياة الشاب وحياة كل فرد الخيارات متاحة، والأساليب والأشياء التي يتمناها مطروحة بين يديه. فأصبح يعني خليني أقول الترف شيئا أو جزءا موجودا في حياة الإنسان اليومية. ولكن هل كل ترف نعمة تشكر، أم قد يتحول إلى اختبار يكشف طريقة تعامل الإنسان مع هذه النعم التي من الله عليه فيها؟ فلذلك اقترحنا نحن وفريق الإعداد بإنشاء سؤال اليوم، وهو الترف في حياة الشباب نعمة أم اختبار؟ ننتقل وإياكم إلى الأخوين الغاليين لنناقش بعض النقاط، لا سيما أننا لا نستغني عن مداخلاتكم عبر الرقم الظاهر أمامكم في الشاشة. خليني أبدأ معك عبد الرحمن، أخذ عن مقصود الترف، ومتى يتحول هذا الترف من نعمة وإلى أسلوب حياة قد يؤثر على شخصية الشاب أو شخصية الإنسان. نعم. طيب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الترف في اللغة هو التنعم والتلذذ والتوسع في أمر ما، ويعتبر من النعم. يعني في أصل الترف أنه شيء محمود، الله عز وجل أنعم به على عباده. إذا يعني أخذنا مصطلح الترف إلى أصله وهو التنعم والنعم، وبالتالي هو أمر محمود. لكن متى يتحول الترف من نعمة محمودة إلى أسلوب حياة يؤثر في الشاب؟ أنا برأيي عندما يتخلى الشاب عن قدرته على العيش بدون هذه النعم. بمعنى عندما الله عز وجل يقول وأما بنعمة ربك فحدث، يعني لا يجوز لك أن الله عز وجل يرزقك وأنت تقتر على نفسك. هذا شيء لا يجوز، لأن أنت لنفسك عليك حق، وهو إلى آخره من الحديث المعروف. ولكن عندما تصبح النعم، عمر الخطاب ماذا يقول؟ عمر الخطاب يقول اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم، هذا هو أسلوب حياة الشاب. عندما تأتيك النعم استمتع بها، ولكن حذاري أن تتعود عليها. أول ما تعتاد على هذه النعم وتصبح لا تستطيع أن تعيش بدونها، تصبح الحياة بالنسبة لك شاقة، تصبح أنت في قلق، أن يعني تخاف أن تخشى من هذه النعمة. لذلك يقولون لا تخشى على شخص يعني بنى يعني ثروة أو بنى نعمة من الصفر. ليش؟ لأنه هو معتاد، هو جاي من الصفر. واحذر من الشخص، أو احذر على الشخص الذي ولد وفي فمه ملعقة من ذهب. ليش؟ لأن هذا الأساس تبعه يعني عالي جدا، وظروف الحياة لا ترحم، قد يسقط، وعندما يسقط قد يجرب أشياء ما قد جربها من قبل. فهذا هو الفرق. عندما يتعود الشاب على النعمة تصبح شيء سلبي، عندما لا يتعود عليها وإنما يستخدمها في حال وجودها تصبح شيء إيجابي وشيء محمود. طيب، هذا الكلام يجرنا إلى سؤال خليني أسأل فيه عمار. الآن في حياة الشاب، أنا الآن لو جيت خليني أكون واضح، أكون صريح معك، حياة الشاب واضحة. قد يعني إحنا
يعني خلينا لا نتكلم بلغة العموم ولكن نخصص فئة. اي لو قلت لك يا عمار ايش الاسباب التي جعلت الترف موجود او منتشر في حياة الشاب؟ اولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الاسباب اللي تخلي او جعلت الترف اكثر حضور في حياة الشاب، يعني عندنا ابرزها عندنا التواصل الاجتماعي، عندنا التطور الكبير في مستوى المعيشة الآن صار في الحياة، سهولة الحصول على الكماليات صار جدا سهل. عندنا بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي، هي بتوريك حياة كلها مليئة مثلا رحلات، سفريات، أشياء زي ما يقولون كماليات، أو أشياء ما هي أساسية، أو إنها أشياء أساسية بس إنها بنمط حياة كل شخص تختلف عن الشخص الثاني. نعم. فهذا تنشر عندك إنه إيش، ترى أنا بعيش الحياة هذه أو بعيش الترف هذا، فيوصل لهذا المكان. والآن عندنا كمان سهولة الحصول على الأشياء، يعني صار زي ما يقولون كل شيء بضغطة زر. عندك حق الطلبات، عندك تقدر تتسوق وانت قاعد في البيت، هذه كلها تعتبر ترف، تعتبر هي جدا منتشرة في هذا الزمان، وجدا صارت في سهلة الوصول وسهلة المنال. فهذا هو الانتشار الموجود دائما. طيب يعني خليني أقول بأنه هنا يخرج دور الإعلام في تغذية الشباب في هذه الأمور وإعطائهم مثلا حياة مزيفة، فالإنسان يبدأ يحاول أنه يتقمص حياة ليست حياته، ويبدأ حتى يدخل أصلا في الترف وقد لا يكون موجود. وهذه ترى تجرنا إلى يعني مسألة خطيرة جدا، بأنه أصلا الترف اللي أنت موجود فيه وقاعد تلبسه أصلا ما هو موجود. صحيح. يعني هذا أصلا مصطنع، وهذه يعني مصيبة أخرى. أمر جدا جدا خطير. ولكن عبد الرحمن، هل يؤثر يعني كثرة يعني وجود الترف وسهولة الوصول إلى أي شيء عند الشاب، هل يؤثر هذا على تحمل مسؤولية، وأنه يعني الطموحات تبدأ تكون متقلصة في أمور معينة، أو يعني مأخوذة في زاوية بسيطة جدا، ما عاد في نظرة مستقبلية إلى الأمام، ما عاد فيه رؤية بشكل كبير جدا لتوفر جميع الأشياء في محيطه؟ نعم. نعم. لا شك أنها تؤثر. ولو يعني أخذنا الموضوع من زاوية أخرى، يعني دائما نسمع عن يعني أهمية الخبرة، أهمية التجربة. أنت تدرس 4 سنوات يا أبو صقر، أول ما تخرج تدور على وظيفة يقول لك إيش؟ يقول لك هل عندك خبرة؟ عطنا سنين الخبرة. أي عطنا سنين الخبرة. ليش؟ يعني يقول لك طبعا أنا عندي الشهادة، يقول لك الشهادة بلها واشرب مويتها، وين الخبرة؟ فبالتالي هذا يعني يدل على أن التجربة والمسؤولية أهم من التعلم. أنت راحتك وترفق قد يعلمك أن التجارة مثلا صعبة، ولكن التجربة يعني تعلمك بالضبط كيف هي صعبة. وكثرة النعم تفقد عندك شيء مهم جدا، ألا وهو الحافز للشيء. يعني أنت لما كل شيء تطلبه تلقاه، كيف راح يكون عندك حافز؟ الحافز يبنى بفقدان الأشياء والسعي إلى الوصول إليها. يعني شخص عنده ملايين ليش يكون عنده حافز إنه يشتغل؟ ولكن شخص ما عنده ملايين يعني يبنى الحافز عن طريق هذا الطموح. ثانيا الترف يفقدك شيء مهم جدا، ألا وهو السعي يا أنس نعمة من نعم الله عز وجل التي أنعم بها على العباد، والترف يفقدك هذه النعمة أنك أنت تسعى. الله عز وجل دائما يأمرك بالسعي، يأمرك بالمسارعة، يأمرك بالحركة. دائما الترف يؤدي إلى الخمول، يؤدي إلى الكسل، يؤدي إلى التباطؤ، يؤدي إلى يعني التواكل على الغير، يؤدي إلى الاعتماد على الغير أكثر من النفس، يؤدي إلى عدم تعلق القلب بالله عز وجل. لأنك إيش؟ لأنك أنت كل شيء تبغاه يعني بتلقاه. ثانيا أيضا يعلمك يعني أن يكون لديك يعني إرادة عالية جدا، لأنك عندما يعني تسعى إلى أمر ما وتنجز بعض منه،
مباشرة ذهنك يوصل لك رسالة أنك أنت لو استمريت في السعي راح تجد وتحصل فائدة أكبر. فبالتالي مباشرة أنت يكون عندك إيش؟ تبنى عندك الإرادة بشكل كبير جدا. وكثير من قصص النجاح بدأت بظروف بسيطة، وكان أصحابها يمتلكون الإرادة ولا يمتلكون الإمكانات. وغالبا تجد شخص لديه إرادة يعني وليس لديه الإمكانات يصل أبعد من شخص لديه كل الإمكانات ولكن ما عنده إرادة ولا ما عنده يعني صبر على الوصول إلى الهدف. فبالتالي هل الراحة، يعني هنا سؤال مهم صراحة أنا ما أعرف إجابته، لكن هل الراحة تصنع شبابا أقوى أم الظروف تصنع شباب أقوى وشخصية أقوى؟ يعني أنت لو جبت نموذجين، نموذج قاسي وتركته في المترك الحياة ممكن يعني ينكسر ويسقط، جبت نموذج جدا مترف ومرتاح ونزلته في ظروف الحياة، أيهما يصل إلى الأهداف بشكل أسرع؟ يعني أعتقد أن هنا ممكن احنا نتناقش ونتحاور في هذه النقطة. ونعم. طيب خليني أسألك عمار، بحكم يعني ما شاء الله تبارك الرحمن أنت أكبرنا سنا هنا موجود وأعلانا قدر الله يحفظك، فواجهت يعني خلينا أقول عدد كبير من الشباب، فودي أسألك هل كثرة الرفاهية، يعني أنا ما ودي يعني أتكلم مع المتابعين وأعطيهم الحياة أو المغامرات اللي عشتها عمار في حياتك، ولكن خليني أقول هل كثرة الرفاهية بوجهة نظر الأستاذ عمار تقلل من قدرة الشاب على مواجهة التحديات والصعوبات وحتى على الصعيد الاجتماعي؟ والله شوف، هي تيجي زي ما يقولون يعني في النوع اللي هي تعلمك. كان يقول لك دائما المحروم من الشيء يعرف قيمة الشيء هذا. نعم. فاهم؟ فهذا واحد. في النوع الثاني اللي هو مثلا عنده الترف بس ما يحب يستخدمها استخدام كامل. فاهم؟ في هذه النوعين، واثنينهم زي ما تقول متعلمين أو عارفين الطريق زي الناس. لكنه هل كثرة الترف تخلي المسؤولية أو مواجهة الصعوبات تصير جدا صعبة وما تقدر توصلها؟ إيه أكيد، لأن الترف زي ما قال لك عبد الرحمن، قال لك سهولة الوصول للشيء أو سهولة امتلاك الشيء ما بيكون عندك الحافز، ما بيكون عندك التحدي هذا انك تواجه معتركات الحياة، ما بتكون قوي قدام الحياة كثير. لكن بالنسبة لهذا الحياة تعلمك كثير، وتخليك زي ما تقول تواجه الحياة بجميع أنواعها بجميع مشاكلها. تقدر توصل زي ما يقولون لدرجة إنه الرياح ضدك وأنت واقف ما بيهزك شيء، عارف فين ماشي، عارف فين توقف فين ما توقف. تعلم كثير الحياة ترى يا أبو صقر، لكن نسأل الله أن يوفقنا ويعيننا دائما. توفيق الله نحن بكل شيء نقدر نوصل إن شاء الله. اللهم آمين يا رب. طيب أنا خليني بعد ما سمعنا هذه النقاط، لا شك بأنه لكل إنسان له مرجع، حينما رجعنا لا شك الإسلام والشريعة. فودي لو أنظر أو نأخذ ماذا ينظر الإسلام والشرع إلى النعمة والترف، وما الفرق بين الانتفاع بالنعم والإسراف فيها؟ تفضل. جميل. الإسلام يا أنس لا يدعو إلى حرمان النفس من النعم، وإنما يدعو إلى استخدامها فيما يرضي الله عز وجل. والفرق بين الانتفاع بالنعم والترف بسيط. الانتفاع بالنعم هو الاستمتاع بنعم الله عز وجل فيما يرضيه، والترف المذموم أنهم كانوا قبل ذلك مترفين هو استخدام نعم الحياة في ما هو يسخط الله، فيما يسخط أو يجلب السخط والغضب من الله عز وجل. فبالتالي هذا الفرق واضح جدا بينهما. وأنت دائما خلي في حياتك معيار، النعمة أنا قاعد أستخدمها هل تقربني الله ولا تبعدني؟
عندما تقربني من الله فبالتالي هي نعمة محمودة. والصحابة كانوا يحسدون أو كانوا يغبطون، لا يوجد إن شاء الله حسد، لكن يغبطون أصحاب الأموال. ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم أدعية فعرفوا بذلك الأغنياء، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ففي نهاية الحديث قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فبالتالي عندما تصبح صاحب نعمة فبالتالي لابد أن تشكر الله عليها، ولكن كيف يكون الشكر؟ باستخدامها في المكان الصحيح. وأنا عجبني يعني أحد الأشخاص يقول الأموال والنعم الله عز وجل قسمها بين العباد يعني بالعدل، فبالتالي كل شخص يعني الله عز وجل أنعم عليه بنعم، هو في الحقيقة يعني أنت تستغرب لما تشوف ناس يعني يغدقون في الكرم والسخاء. تجد يقول أن النعم عندما يضعها الله عز وجل في يد عبد ما، فبالتالي هو يعلم أن هذه النعمة أو هذا الرصيد هو رزق لفلان، ولكنه وصله عن طريق هذا الشخص. فبالتالي كل شخص الله عز وجل أنعم عليه يأخذ كفايته من النعم، ويعني ينتفع أو يجعل غيره ممن حوله ينتفع بما رزقه الله عز وجل، لأنك أنت يعني مسؤول عن هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك. هذه صراحة مقولة عجبتني جدا، هي تحديدا في مسألة المال والكرم. يعني المال تحديدا هي تقريبا هو السقف أو الغطاء الذي نفسر به كل النعم الموجودة حولنا. فبالتالي القاعدة تقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. طيب خليني أختم معك عمار السؤال الأخير. تفضل. يعني خليني أقول لك أبغى رسالة، كيف يحقق الشاب التوازن ما بين الاستمتاع بالنعم التي أعطاها الله عز وجل إياها، وبين أنه هذا الاستمتاع لا يؤثر عليه في بناء الشخصية وتحمل المسؤولية وإلى آخره. فهمت سؤالي؟ قد لا أكون يعني أصغت بشكل جيد. فهمت علي؟ الله يحفظك. تفضل. أولا كيف يحقق الشاب التوازن بين الاستمتاع بالنعم وبناء شخصية قوية؟ الاستمتاع بالنعم يكون التوازن فيها بالشكر دائما، التوكل على الله، ودائما شكر الله واستخدامها في طاعته فيما يرضي الله دائما. أما في بناء الشخصية فهي تكون دائما تكون عن طريق معارك الحياة، أو في إيش تواجه، إيش تعلمك الحياة، إيش تستفيد من الحياة. أنت لما تمشي مع كل خطوة أكيد في أخطاء، في سقطات، بتصير لك أشياء كثيرة، فتتعلم مع كل خطأ. ودائما نقول النعم هي ترى ما هي فقط مال. النعم هي عندك صحتك، عافيتك، حواسك، عندك الناس اللي حوالينك، عندك الأهل، هذا كلها نعم. فلما تيجي تقول النعم، نحن ما نحصر النعم بس على المال أو المادة أو شيء، نحصر النعم أنا كل ما وهبنا الله فيه. إن شاء الله يكون اسمه ذا قلم، وبرضه هي نعمة من عند رب العالمين. فحنا دائما بالشكر تدوم النعم، ونسأل الله أن يديم علينا نعمنا جميعا ونستخدمها في طاعته فيما يرضيه دائما يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. إذن في الختام أعتقد بأنه المشكلة ليست في النعم، فالله عز وجل هو المنعم علينا دائما وأبدا، وأعتقد أن المشكلة هي في طريقة التعامل معها. فالترف قد يكون نعمة إذا أورثت الشكر، وقد يكون اختبارا إذا أورثت الغفلة والإسراف. الله يعافينا وإياكم. فالنعمة لا تقاس بكثرتها لا شك، وإنما بما تقع في القلب. فبما تقع في القلب طبعا من الشكر والإحسان، ويعني كثرة الشكر لله عز وجل الذي أنعم عليك بهذه
النعم. وختاما قال الله عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فلذلك هذه الآية في الحقيقة إذا وقفت وتأملت فيها قليلا تجد أنها يعني مرعبة، لأنك ستقف أمام الله عز وجل وسيسألك عن كل نعمة وهبك إياها. فماذا استخدمت أو بماذا استخدمت هذه النعمة؟ هل استخدمتها بالشكر، واستخدمتها بالإحسان، واستخدمتها بالمنفعة للناس وإلى آخره، أم استنفعت بهذه النعمة التي من الله عز وجل عليك إياها بالمعاصي وبالدخول في الترف والإسراف وما شابه إلى ذلك من الأمور الغير المحمودة؟ فدائما الإنسان يتذكر بأن أي نعمة الله عز وجل وهبه إياها سيقف أمام الله عز وجل ويسأل عن كل نعمة موجودة. وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يرزقنا أولا شكر نعمه وحسن الانتفاع بها، وأن يجعلها عونا لنا على طاعته لا سببا عن الغفلة. اللهم آمين، اللهم آمين. الشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة، والشكر موصول للأخوين عمار وعبد الرحمن. شكرا لكم. شكرا جزيلا. هذا محدثكم أنس بيان يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.